مكة بلد في داخل الجبال، فلا يجوز أن يقطع الشوك إلا إذا كان يؤذي طريق الحجاج أو طريق المسلمين في الطريق، ممكن نقطعه. أما ما عدا ذلك لا يجوز. طبعا يجوز قتل بعض الهوام كالحية والعقرب والفأر، الكلب العقور، الحدأة، الأبرص، هذول بيجوز قتلهم ولو شفناهم في الحرم، أن هذول مؤذيات. أما ما عدا ذلك لا يجوز. ولا يلتقط اللقطة. اللقطة يعني الشيء اللي ضايع تجي انت تاخده، إلا من عرفها أي ينشدها، والنشد رفع الصوت بالتعريف، بده دائما يعرفها. مين ضايع له ذهبي، مين ضايع له جصدان، بده يوقف، بده يمشي في طريق الحجاج، لعله حدا مجرد ما أخذت الشيء بدك تعرفه. أما شفت جصدان في الأرض لا تمسه، ايفه على حاله. بيجي تاني يوم صاحبه بيجي بلاقيه. يعني مهما رأيت، إيش من رأيت لا تمس. من أخذته بدك تعرفه، بدك تعلق فيه، بدك تعلق فيه أنت، بدك تعرفه تروح وبدك تم ضامنه. لو إجاك بعد صاحبه بعد 50 سنة بدك تعطيه هو. أما اللقطة في غير بلد، مثلا في حلب مثلا، إذا شفنا لقطة، شفنا جصدان فيه مصر فيه مصاري، نعرفه سنة كاملة، سنة كاملة. نحطه مثلا، نحط اعلانات، نعرف عند المختار، عند السمان، عند مثلا نحط اعلان حتى صاحبه يهتدي اليه. هي اللقطة إلى احكام خاصة. اما واحد شاف شغله يروح يبلعها، لا ما بصير. وبدي عرفها وين يعرفها؟ مو بطريق ما فيه حدا، بدي يروح محل مجتمع الناس، طالع الناس من المسجد، قول اللي ضايع له فلان شغلي، ضايع له كذا، بده يرفع صوته، مو يوطي صوته مثل هذاك ابو العكة. شاف عكة سمنة يعني شافها اخذها، قالوا له لازم تعرفها، لازم نادي عليها. صار يصيح اللي ضايع له عكة، يوطي صوته بالعكة، يقولوا له اللي ضايع له عكة. عكة سمن، بدك تعرف وترفع صوتك حتى الناس تعرف. اما تقول وتوطي صوت وعرفته ما حدا قال له انت ما رفعت صوتك. فاللقطة لها احكام. اما تشوف شغله تحطها بجيبك تقول هي الله رزقني، هي الله بعث لي هي لانه انا انسان منيع ما اشبه شيء، لا، هي بدك تعرفها. خاصة في الحرم. يعني من حوالي اسبوعين ضعنا كنتاية صغيرة في الحرم، جينا ثاني يوم لقيناها مكانة ما حد بيمسس. كنتاية فيها اغراض، فيها ادوية، فيها كذا، مكان ما وضعناها جينا لقيناها، ما بيضيع شيء. فاللي بيجهل الحكم بياخذها، بقول ايه انا بسأل عليه. لا، انت ما يشغلك، عيفها لحالها، بيجي صاحبها بيجي بياخذها. او ممكن اذا في مثلا جهة في الحرم هي مسؤولة عن الضياع، هي معلش اعطيتهم هي، قول لهم. لكن الافضل انه تعيف كل شيء مكانه، حذاء، ثوب، مصاري، ساعة، ايش من كان يكون، عيفه على حاله في مكانه. صاحبه بيعرف انه في امانة، بيجي تاني يوم بياخده. اذا الحرم لا تلتقط لقطته. قال الا من عرفها اي ينشدها، والنشد رفع الصوت بالتعريف. واللقطة في جميع الارض لا تحل الا لمن يعرفها حولا سنة، فان جاء صاحبها اخذها، والا انتفع بها الملتقط. وحكم مكة في اللقطة أن يعرفها على الدوام، طول عمره بده يحط تعريف. أما بقية البلاد سنة كاملة، بخلاف غيرها من البلاد فإنه محدود بسنة واحدة. ولا يختلى خلاه. الخلا مقصور الرطب من النبات، الحشيش الأخضر، ما بصير أنت إيش تقلعه. الذي يرعى يعني ترعى الماشي أو ترعى الأغنام أو كذا. وقيل هو كل ما أنبتته الأرض من حشيش سواء أخضر أو يابس، وخلاه قطعه. وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قلنا أمن، ما حدا لا بياخذ اللقطة ولا بصير تقطع شوك ولا نبات ولا تقتل فيه حيوان. وبعد مو بس في الحرم محل ما بندخل نصلي، لا، مكة كلها حرم. مكة انت بالفندق
شفت فتحت الشباك ويصطير كويس، دقيت فيه، قطعت راسه، ذبحته، شويته واكلت، الله بعت لي ورزقه. هو بتعرف ايش عليك؟ بدك تذبح بقرة او شاة او بدني، يعني بدك تذبح بداله وعليك اسم، ما بصير تدقر شيء ولا عصفور ولا زرزور ولا شيء. اما حشرة مؤذية صرصور او كذا ممكن يقتله، دبينة ممكن يقتله، اما غير ذلك من غير الحشرات المؤذية ما بصير تصنع شيء ابدا ابدا ابدا. فهذا اسمه البلد الحرام، لا يقتل فيه احد ولا يهيج فيه احد، الا النبي عليه الصلاة والسلام قتل فيه، قال احلت لي ساعة من نهار، مكة الله احلل لي فيها ساعة من النهار. قالوا يا رسول الله لما فتح مكة، قالوا له ابن خطل متعلق باستار الكعبة، فقال اقتلوه. هذا ابن خطل فظع وراح يعني اذى المسلمين وغدر. النبي عليه الصلاة والسلام اهدر دمه، اهدر عدة دماء، منهم قبل ان يقتلهم اسلموا. هذا ما اسلم متعلق باستار الكعبة، حسبته انه هي البلد الحرام ما حدا بيصطعه، فعلا هي البلد الحرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام احلت له. هي خصوصيات من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. في عنا خصائص للرسول ما في حدا يساوي اياه، مثل زواجه 9 و11، خصوصياته عليه الصلاة والسلام كثيرة، له أن يزوج من شاء بمن شاء. يعني لو قال له لواحد زوجتك بنت فلانة صار هذا عقد.